بقول لك ايه يا مان؟ هي العيال بتاع اليومين دول اخترعوا لغه جديده ولا ايه؟ وايه مان دي قديمه قوي برضه. دلوقتي في برو، كل شويه الاقي كلمه جديده اول مره اسمعها. هو انا عارف اتعلم القديم؟ هو انا عارف اتعلم القديم لما جايب لي كلمات جديده؟ بي او في، بي 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 او في، سلاي دي موجوده في كل حته. دم دمور، دمور، دمار. ايه الكلام ده يا عم؟ في ايه؟ يعني هنا مثلا بص، واحد قال نكته فالناس كاتبه تشيزي، بيشتموه. وبعدين مش تشيز دي يعني جبنه؟ وجوت جوت 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 جوت، ايه موضوع المعيز ده؟ بقول لك ايه، انا فقدت الامل والله في اللغه دي. تشيزي. تعرف يا صديقي ان في تقريبا اكتر من 4000 كلمه جديده بيضافوا قاموس اللغه الانجليزيه كل سنه؟ على سبيل المثال مثلا في اكتر من 100,000 كلمه جديده اتضافوا قاموس اللغه الانجليزيه في القرن العشرين. وده ببساطه معناه ان احنا بنبطل نستخدم كلمات معينه وبنبدلها بكلمات جديده، زي اللغه العربيه بالظبط. وفي أسباب كتير بتؤدي لتطوير اللغة وتحديثها بشكل مستمر، زي مثلا اختلاف الثقافات، تتابع الأجيال، ومؤخرا أو خلينا نقول في القرن الواحد والعشرين بالتحديد، أكيد السبب الرئيسي هو الإنترنت. وبما إننا اتكلمنا عن تتابع الأجيال وثورة الإنترنت، فأكيد هنتكلم عن الجن زي. أيوة استنى بقى، أنا بسمع الكلمة دي كتير قوي. يعني إيه جن زي؟ باختصار يا صديقي وعلشان ما اطولش عليك، الجن زي او الجنريشن زد هو الجيل اللي اعماره بتتراوح بين 13 ل 26 او 27 سنه. يعني الناس اللي هم من مواليد 97 ل 2012، او الجيل اللي شهد الثوره الكبيره اللي حصلت في الانترنت من سنه 2000 تقريبا لغايه دلوقتي. وبما ان الجيل ده حياته بشكل كبير متاثره بالانترنت وبالسوشيال ميديا، فطبيعي ان هو يطلع لغه جديده خاصه بيه. ايه هي بقى الكلمات والتعبيرات الجديده اللي الجيل الجنزي بيستخدمها وعلاقتها بالسوشيال ميديا؟ تمام يا صديقي، حضر قهوتك، تعالى نتكلم في كل ده. انا ماجد دوار، وفي الفيديو ده هقول لك على 20 كلمه جديده لازم تعرفهم في 2025. طيب مبدئيا يا صديقي، اكيد الكلمات والتعبيرات دي مش حكر على الجنزي او الجيل الجديد. بالعكس، لو انت حد مهتم ان هو يطور الانجليش بتاعه، فمهم جدا ان انت تتابع اللغه الجديده او تبقى عارف الكلمات والتعبيرات الجديده اللي بتظهر. حاجه كمان مهم ان انت تعرف، الكلمات والتعبيرات دي بتستخدم بشكل اساسي في حاجتين: الكونفرسيشن او المحادثه، والتكستنج اللي هو الرسائل اللي احنا بنبعتها على الواتساب، على الانستجرام، في الكومنتس على السوشيال ميديا. فمش هتلاقي مثلا كلمه من الكلمات دي موجوده في كتاب وانت بتقراه، وما ينفعش نستخدمها في الرايتنج او في الكتاب. هنقسم الفيديو بتاعنا للكلمه او التعبير ومعناه وشويه امثله. تمام؟ تمام. اكتر كلمه بسمعها في حياتي مؤخرا برو، واللي هي اختصار لكلمه brother بمعنى اخ. الكلمه دي منتشره جدا في الفتره الاخيره، حتى الطلبه عندي اللي هم عندهم 10 سنين طول اليوم برو 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 برا. Bruh, bruh, bruh. هي مش بس اختصار لكلمة brother أو أخ، لا، أنت ممكن تقولها في حاجات كتير، ونبرة صوتك وأنت بتقولها ممكن تدي معنى مختلف. بمعنى لو أنت عايز تستخدمها إن أنت تنادي على حد، فهتقول bro have you seen my phone somewhere. ممكن تستخدمها في إن أنت مش عاجبك حاجة أو بتعترض على حاجة حد بيقولها: bro are you serious. Are you serious right now, bro? وممكن كمان تستخدمها لو أنت مش مصدق حاجة حد بيقولها لك: bro come on no way. وممكن كمان تستخدمها لو انت بتتكلم عن حد، فمثلا ممكن اقول bro doesn't like burgers. bro will have a hard time today. bro is going crazy. تاني كلمة هي كلمة fam، اللي هي اختصار لكلمة family بمعنى عائلة. لكن الجيل الجديد أو الجن زي بيستخدموا الكلمة دي علشان يتكلموا عن صحابهم من نفس الجيل. You guys are a fam to me. We're all one happy fam. Sup fam? What are you up to this weekend? Let's hang out fam.
See you fam. تالت كلمة CEO، واللي هي اختصار ل Chief Executive Director، بس أكيد ما نقصدش بيها مدير تنفيذي. الجن زي أو الجيل الجديد ممكن يستخدموا الكلمة دي بمعنى master. For example, Bro is the CEO of video games. She is the CEO of breakups. Stop acting like you are the CEO of the class. Bruh. CEO of misunderstanding me much? Next مش كلمة لكنه حرف، وهو حرف W. و W هنا اختصار لكلمة win بمعنى انتصار أو فوز. والجنزي أو الجيل الجديد بتلاقيهم بيستخدموا الحرف ده في إن هم congratulate أو يباركوا لحد على حاجة. Congrats on your W today. This is a W for me. Let's go. That's a W. وعكسها حرف L اللي هو بمعنى loser. هتلاقي مثلا الأطفال اللي عندهم 10 ل 12 13 سنة لما بيلعبوا ماتش كورة في المدرسة ويكسبوا علشان يرخموا على الفريق التاني فبيفضلوا يعملوا كده، اللي هي ال L sign loser. 4 كلمات بنفس المعنى: dope, lit, dank وslay، واللي هم كلهم معناهم حاجة حلوة جدا أو جامدة فشخ. This new video game is lit. Nice t-shirt by the way. Slay. Slay! Man, this new movie is dope. The coffee is dank. Number 6, ghosting. ودي كلمة شوية خاصة بالعلاقات، أو خلينا نقول مرحلة crushing على حد. When you are crushing on someone, you're ghosting them. وghosting بمعنى إن أنت بتحاول تتكلم مع شخص، تبعت له مسجات، بعدين تختفي، بعدين ترجع تبعت له تاني، بعدين تعمل له لايك على ستوري، بعدين ما تعملوش لايك على أي حاجة. This is ghosting. She's been ghosting me for a while. I'm actually tired of you ghosting me. I'm a little bit salty today. salty هنا مش معناها مملح. salty هنا معناها زعلان أو متضايق أو مودك مش حلو. ممكن تستخدمها علشان توصف حد أو توصف حاجة. Things are getting a bit salty in here. This is a salty situation. Number 8, cap. وcap هنا مش معناها طاقية، معناها a lie أو كذبة. Man, this is a big cap. It can't be true. Come on. No cap, no lie. يعني مش كذب. Come on, man. No cap. I've seen it with my bare eyes. simp. وsimp بالبلدي كده معناها شخص ملزق، بالذات في العلاقات. الشخص اللي بيفلرت طول الوقت ورومانتك طول الوقت وعلى طول في مود التلزيق. You better stop acting like a simp. She doesn't even like you, bro. This guy, I can't stand him. He's such a simp. This is The Undertaker. Number 10، مجموعة من الاختصارات. كلمة منتشرة جدا mainly على التيك توك، POV point of view اللي هي وجهة نظر. DIY do it yourself. TFW that feeling when. وحاجات بقى قديمة زي BTW by the way أو G2G gotta go، BRB be right back. كل دي اختصارات بنستخدمها في التكستينج أو في الشاتينج، ممكن نفرد لها فيديو بعدين. Number 11 GOAT مش معزة. You probably know GOAT means greatest of all time، الأعظم في التاريخ. طبعا دي خناقة في الكلاس عندي كل يوم. Lionel Messi is the real GOAT. Cristiano Ronaldo is the real GOAT. In my opinion, Ronaldo, the Brazilian player, is the real GOAT of football. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Next is tea. وهنا مش معناها شاي، معناها gossip أو النميمة، إن إحنا نقعد نتكلم عن حد أو نجيب في سيرة حد أو نقعد مع بعض ونرغي ونجيب سيرة الناس كلها. For example, I have some tea to spill with you.
Bro can't wait to spell the T, huh? Now, pour the tea. Flex. We can use it as a verb. We can use it as a noun. بمعنى يتباهى أو يتمنظر أو يتفشخر بحاجة. والnoun فشخرة أو منظر. Me being a teacher for kids is my biggest flex. She cannot stop flexing about her cat. She talks about it all the time. Not being a fan of Taylor Swift is my biggest flex. Riz برضو كلمة منتشرة كتير مؤخرا وهي تنفع noun verb. Noun بمعنى كاريزما. For example, he has a great riz. Everybody likes him. That means he's charismatic. Verb معناها to flirt أو to attract. She really knows how to riz guys. Sleeping on the G's is a thing, man. Got me going jeans, cause I'm cool, man. For the spaceship, now I'm space with that. Demure. لو انت بتهتم بموضوع السيلبرتيز والمشاهير والفستيفالز اللي بتتعمل especially in Hollywood هتلاقي كلمة demure بتستخدم كتير جدا. Demure هي معناها shy أو modest حاجة متواضعة بس they started using it to talk about the looks أو how they look, their makeup, their outfits. Very demure, very considerate, very approachable, very demure. Very natural, very approachable, very demure. Let's be mindful and remember to be demure, ladies. I like your makeup. Very simple, demure. Come on, man, do you feel the hype? Hype معناها excitement. And it's very popular nowadays. The hype in this place is lit. This video hyped me up and I want to learn more English. Finsta. What does that mean? Finsta stands for fake Instagram account. Hey, don't accept this follow request. It's a Finsta. Man, this is so cheesy. Cheesy means not funny. أو سخيف. Okay, finally مش كلمة ولا تعبير بس هو بيحولوا noun ل verb. My brain is not braining. يعني مخي مش شغال. The math is not mathing. يعني مش قادر أحسب حاجة. The food is not fooding. يعني الأكل مش بيشبع. لو حابين نعمل جزء تاني من الفيديو نتكلم فيه عن كلمات أكتر بيستخدمها الجين زي أو الجيل الجديد اكتبوا لنا في الكومنت. لو بتدور على كورس محادثة تركز فيه mainly على الكلمات والتعبيرات اللي بنستخدمها في الحياة اليومية فممكن تسجل معانا في كورس المحادثة اللي بنقدمه في انكافيه أو سبيس. هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. ولو يا صديقي كملت الفيديو لحد هنا فتhank you so much. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل حاجة أول بأول. Captain Tsubasa is the GOAT of football. Bruh. Why so salty? You don't feel the hype? Peace out.